السلام عليكم اخواتي وحبايبي، صباح الفل، صباح السعادة، وصباحنا كالعادة سكر بزيادة. النهاردة حلقتنا مع الزغاليل. 3 حمامات طايرين اهم. بصوا يا جدعان، الواحد بيطلع الغاية يفضل يبص لفوق كده لما رقبته بتتلوح. بصوا يا جماعة، النهاردة احنا برضو في مرحلة لسه اللي الزغاليل بتطلع على الظهر. دي اسمها مرحلة دشار للزغلول. الزغلول الفترة اللي بيقعد فيها على الظهر دي، انا لما ما باجيش جنبه خالص، بسيب الزغلول يقعد على الغيه من فوق علشان يبدا يتدشر. اسمع يا ابني التوهوه، انا مش هلف الكاميرا وهتكلم النهارده، الكلام كله النهارده من ورا الكاميرا. الزغلول لما بيطلع يقعد فوق على الغيه على الظهر ده، انا ما بقولوش هش. ليه ما بقولوش هش؟ لان هو قاعد فوق على الظهر بيتدشر للمنطقه كلها حوالين منه. بيدي اماره اللي فيه ارسال جنبه، بيدي اماره اللي فيه بيت جنبه، بيشوف شكل الغيه بتاعته من فوق ايه، علشان الزغلول ده بعد كده لما يطير يعرف يرجع تاني. طب انا الزغلول دلوقتي طالع واقف على الغيه او واقف على العرق فوق، رحت انا قايل للزغلول هش، والزغلول لسه ما اتدشرش، ما يعرفش مكان غيته فين ولا شكلها ايه، فالزغلول يعمل ايه؟ يضيع. ولو زغلول جدع وناصح هيركن. يبقى انت كده بوظت الزغاليل بتاعتك، كمجرد اللي انت قلت لهم هش. ما تقولش للزغلول هش، ابوس ريشك، ما تقولش للزغلول هش. هو الزغلول يطلع يعمل كل حاجه لوحده، ما عليه غير انك تديله ميعاد. انا هفتح دلوقتي زغلول اهو هنا، وهفتح مصطبه الزغاليل هناك، وقبل ما بفتح المصاطب او بفتح الزغاليل بروح ابص عليهم بصه. بفتح المصطبه بتاعتي كده، انا لسه باصص عليهم ولقيت في زغلول سكروطه عينيه كانت مدمعه، رحت اعطيله واحده قطره. خلاص لازم ابص على الزغاليل بتاعتي قبل ما افتحها علشان ما يكونش في زغلول تعبان وانا مش واخد بالي منه. خلاص هفتح دلوقتي الحلبة اهو، ونروح هنا نفتح المصطبه التانيه اهي. ادي الحلبي طالع، بصوا لوحده على الظهر، وادي الزغاليل اهي. بص اهو، انا مش هقول لزغلول اطلع ولا هقول لزغلول هش ولا نش. خلاص هما دلوقتي طالعه اهم. هروح اقفل المصطبه. بص انا بعمل ايه على طول، زي ما انا بعمل كده انا عايزك تعمل. وده الباب بتاع الحلبي اهو، هقفله زي ما انا بعمل، عايزك تعمل. مش عايزك تعمل حاجه تاني غير كده. ده لو انت عاوز تنش بقى وعاوز تعمل حمامتين زي ابو الترابيب حلوين كده ويطلعوا يطيروا وياخدوا، ويطلع عليك واحد جنب منك ويسقط وتعيش المغامره دي، يبقى اعمل زي ما انا بعمل كده. هجيب معاك من الاخر. خلاص بص، دول 8 زغاليل، دول 8 زغاليل اهم. خلاص العنبري، هنرجع نحكي القصه بتاع كل مره دي. العنبري ضاع، والبنفسجي اتنطر برضه، ضاع برضه، يعتبر ضاع. اتنطر يعني ضاع. خلاص ومش سكتي، ها الزغاليل مش سكتي. امبارح طلعت لقيت الزغلول القشر بندق مات، يبقى ال3 زغاليل اللي هم كانوا جايين عيانين راحوا، اللي هم ال3. امبارح طلعت لقيت القشر بندق مات. خلاص ادي كده في 3 هم، دول كده كده بره الحسبه خالص نهائي. تعالوا بقى الزغاليل بتاعتنا احنا، احنا. انا مطلع الغيه هنا 12 زغلول، مطلع الغيه 12. 12 ولا 11 ولا كام يا رجاله؟ بس هم كانوا كلهم 14، في 3 فقدوا والحلبي، يبقى انا كنت مطلع 10 زغاليل. ال10 زغاليل دول انا نزلت منهم 3. النتايه اللي هي الصفرة بحبايك السبربهايه دي، والبنيديه البيضه، ونزلت الزغلول الطرطور. خلاص وانا عاوزك تركز في كل كلمه كده، عاوزك تعرف انا ليه نزلت ده وليه طلعت ده وليه سبت ده وليه عملت ده. عايزك تركز في كل حاجه انا بعملها. كل حاجه انا بعملها ليها علاقه بالغيه وبالاصول، وتعمل حمامه كويسه. بصوا الحلبي، بصوا الحلبي اهو، بصوا الحلبي عمال يعمل ايه اهو، طلع كسر دوره وجه اهو. كل حاجه انا عملتها مع الزغاليل، او بشيل زغلول او بحط زغلول او بخلي زغلول في باب وبخلي زغلول في مصطبه، كل حاجه من دول ما بعملهاش جهجهون. كل حاجه ليها حاجه، ليها شغله، ليها وظيفه في الغيه. النهارده انت عشان تعمل 20 25 ذكر، اسمع مني يا ابني انت وهو، عشان الكلام دوت لازم تبقى انت فاهمه.
علشان تعمل 25 دكر طايرين من زغاليلك، انت عاوز لا يقل عن 70 زغلول، لا يقل عن 70 زغلول عشان اعمل 25 دكر. ليه يا عم التربو؟ تعالى اقول لك ليه. ال 70 زغلول دول فيهم فقد، تعب، امراض، فيهم فقد، زغاليل ممكن تضيع، فيهم 50% فقد اساسي، 50% وانت ورزقك، دي بقى انت ورزقك نتشي، تطلع معاك نتشي. يعني ال 70 زغلول لو انت جايبهم زغاليل اخوات، وقول يا عم كل زغلولتين دكر وانتايه، مفهومش انتايتين، هتلاقي نفسك عامل 35 دكر. طلع منهم فقد امراض، واحد اتنطر، اتنين واحد راحوا في الجرد، مش عارف ايه، هيصفوا لك 25. فانت النهارده علشان تعمل 25 دكر من زغاليلك بتوع الغيه بتاخد وقت، بتاخد وقت طبعا. الموضوع مش سهل يا شباب ومش بسيط. فانا النهارده بعمل ايه؟ بعمل طريحه في طريحه في طريحه في طريحه في طريحه في طريحه. يعني انا عندي طريحه مثلا اللي هي الاولى دي، بصوا اهي، اللي هي دلوقتي اتشببت، دي كانت طريحه اهو. دول كده كانوا موجودين في طريحه، ودول كانوا في طريحه بعد منها اهم، بالبنفسجيات بالعاده بالكلام ده كله، دول كانوا طريحه بعد منها. وكانت كل طريحه فيهم 15 زغلول 12 زغلول، ويصفوا لي في الاخر على 3 4 دكوره اهو. خلاص خلصت الطريحه دي، دلوقتي انا طلعت طريحه تانية او دفعه تانية. الدفعه التانية 10، ال10 دول ممكن يصفوا لي على 4 5 دكوره. شوف انا قلت لك 10 يصفوا لي على 4 دكوره. يا عم لو طلع منهم 4 5 انا مرضي. يعني 10 زغاليل حتى اللي انا طلعتهم الغيه لو صفوا لي على 4 دكوره 5 دكوره زي الفل، ده 100. والطريحه اللي بعد منها طلع 10 15 زغلول يطلعوا لي برده 5 6 كوره، حلو. لحد لما بخلص الزغاليل الدفعات دي كلها وبتصم كلها، بضمهم كلهم في بعض واخليهم كلهم راجل واحد. لكن البدايه من الانشاء، عايزك بقى تنشئ صح، عايزك تنشئهم في الاساس وانت بتعمل دفعات، انشئها صح، اعملها صح، علشان لما يتشببوا عندك ويبقوا الكوره يبقوا رجاله، ما تبوظهمش. دلوقتي دول انا من ساعه ما فتحتهم ولا قلت هش ولا نش ولا جيت جنبيهم، وبفرجك عليهم حضرتك اهو، ولا جيت جنبيهم. هيطلعوا على الظهر، هيقفوا دلوقتي فوق، هيطلعوا فوق، هيزهقوا من الارضيه وهيطلعوا فوق. هتلاقي الحلبي طالع، راح واخد اللبلق اللي على ورد معاه، راح واخد السكروته، راح واخد الطرطور، يبداوا كلهم يطلعوا يقعدوا فوق على الظهر. هم لسه لحد دلوقتي ما حبوش الظهر لان هم عاشقين الارضيه، انا معشقهم في الارضيه. ده العامل الاساسي بتاعي، الزغلول يحب الارضيه بتاعته. هيبداوا لما يطلعوا يقعدوا فوق بقى يا جماعه، هتقعد الزغاليل دي تشار، اسمها دشار، بتتدشر على الظهر. طب الدشار ده بياخد قد ايه يا عم ابو حازم؟ كل ده انت مش هتقول هش للزغلول من اول ما طلعته الغيه والفترات اللي انا قلتها دي، وعايزك تعد معايا كام يوم. انت ما قلتش هش للزغلول 4 ايام مصطبه و5 6 ايام تحت الشبكه، ادي كده 10 ايام، و15 يوم دشار على الظهر، ادي كده 25 يوم، و25 يوم تشويط، ادي كده 50 يوم. هتخش في 50 60 يوم، شهرين من اول ما الزغاليل تطلع الغيه. ما تقول لهمش هش. انت بتشتري الزغلول يوم الجمعه من السوق، يوم السبت عايز تقول له هش، ما هيركن، ما هيروح، ما هيضيع. تيجي تقول لي يا عم التربو حمام بيركن، وارجع اقول لك هد المركن ونقضيها بقى بومب ومراجيح. فاسمع مني الكلمتين دول، عشان الكلمتين دول في الفيديو ده انا طالع افيدك بيهم، والله طالع افيدك بيهم. خلاص انت بتشتري الزغلول النهارده، عاوز يطلع تاني يوم تالت يوم تفتحه الزغلول طالع على الظهر ونزل لك، عاوز تقول له هش، ما هو مش هينفع. بعمل ايه؟ اعمل ايه؟ شهرين من اول ما تجيب الزغاليل تطلع الغيه، انا حسبتها لك اهو بالايام، 50 يوم، انا بديك شهرين. طب يا عم التربو بعد الشهرين اقول لهم هش؟ ما هو انت مش هتقول لهم هش، هم هيهشوا لوحدهم. لو انت مشيت زي ما انا بعمل انت مش هتقول لهم هش.
كل اللي هتعمله هتصبر، بس اصبر عليهم، اصبر عليهم. هياخدوا الشهرين وبعد الشهرين هيبداوا اللي هم يهشوا لوحديهم، ولا هتقول هش ولا نش. خلاص، ده المقصود من الفيديو النهارده. اللي انت لما تيجي تعمل ديكوره ما بتتعملش بالسهل، ما بتتعملش بالسهل، لا بتاخد وقت معاك. ولما بتكون فرخك انت بتكون صبور اكتر غير اللي بيشتروا دفع زغاليل. يعني انا مثلا لو عاوز اشتري دفعه دلوقتي واعمل 30 40 زغلول دفعه واحده، ما انا اروح اشتريهم على فكره. وليا اصحاب ياما بيفرخوا، وليا اصحاب ياما بينشوا. بس انا عاوز اطلع فرخي، عاوز اطلع عيالي، عاوز افتح لك البيبان اقول لك بص كام واحد شبه بعض دبل اخضر، بص كام مثلا مسود اخوات شبه بعض، بص كام عاده، بص كام برقبه خضراء، بص كام كشميري، بص كام سكروطه. عاوز اجيبهم لك اخوات. افتح لك الباب كده تلاقي مثلا الصف ده كده كله اخوات. عاوز افتح لك كده تلاقي الصف ده كله اخوات. عايز اعمل لك الغيه كده. فعلشان اعمل كده لازم اكون انا اللي بفرخ. يبقى فرد الحمام اللي موجود اخواته كلهم رجاله، اخواته كلهم رجاله. فده المقصود يا جماعه. فيا ريت الشباب اللي بتتابع معايا تابع معايا، لان الفيديوهات اللي بعملها لك دي انت المستفاد رقم واحد. وانا مش عاوزك تخسر زي ما انا خسرت وانا صغير. انا خسرت كتير، ما كانش حد بينبهني، ما كانش حد بيوعيني، كان بيضحك عليا من جواك كبيره. فالنهارده انا بعلمك، مش عاوزك تخسر الخسائر اللي انا خسرتها، مش عاوزك تتعقد، مش عاوز فلوسك تروح عليك. الحمام حلو، الحمام حاجه جميله، بس اغواها صح ومع نفسك. اغواها صح ومع نفسك. يعني سيبك من اللمه بقى حد يطلع عندك بقى على السطح ويطلع الغيه. الغيه ما فيهاش كده. الغيه معلمي كل واحد على سطحه قائد حمامه وقائد سربه. تتجمعوا دي تتجمعوا في الشارع على القهوه، لكن ولا انت تطلع غايه حد ولا حد يطلع غيتك. دي اصول غيه، لان الغايه دي جوه منها كده فيها اسرار. سيبوكم مني انا بقدم محتوى، ومحتوايا مكشوف بس عشان بقدم محتوى. انا وقسما بالله انا لو شغال في سريه انا اكون في حته تانية. بس انا اللي مبوظ برضو الدنيا معايا شويه، اللي انا فاضح نفسي في الفيديوهات وبقول بص انا بعمل ايه وبص انا بعمل ايه هطلع تاني يوم بص اللي بيحصل معايا. خلاص يا رجاله، لو عوزتوا حاجه اكتبوا لي في الكومنتات، انا بتابع الكومنتات كلها، واللي بيحتاج سؤال بطلع ارد عليه في فيديو. وزي ما انتم شايفين انا هسيب الزغاليل كده ماليش دعوه بيها فتره ساعه ساعتين، وبعد كده هطلع احط لهم الكلفه واقفلهم، وشكرا على كده. اخواتي وحبايبي، تحياتي ليكم ولكل اخواتي اللي بتتابعنا من جوه مصر ومن بره مصر. تحياتي لكل الوطن العربي. احلى صباح عليكم واحلى صباح على كل الناس. والزغاليل بدات تبص فوق يا ناس، بصوا بيبصوا كده في صقر. طالما بيبصوا كده في صقر، في حاجه طايره. استنوا، طالما هم بصوا كده يا باشا في حاجه طايره فوق. اسمع مني، بص بس مش عارف اجيبه. وريني كده اهو. هو في صقر، في صقر بس انا مش عارف اجيبه. انا بقول لك طالما الحمامه والزغاليل بصت كده في صقر. خلاص يا شباب هسيبهم، وزي ما انا قلت لك مفيش هش مفيش نش. والزغاليل دي بتطير وفك ريش، وقسما بالله بص والله بيطيروا فك الريش، وعندهم استعداد يطلعوا يقفوا على الظهر ويطيروا ويعملوا كل حاجه. بس هي غير صبر. صبرت نلت، ما صبرتش ما نلتش. فاصبر عشان تنول. اخواتي وحبايبي اشوفكم على خير، والسلام عليكم.